مرحبا، شلونكم؟ وصفة اليوم راح تكون وافل بالموز والشوفان بدون شكر، وصفة صحية وكلش طيبة. يلا نبدي بالخطوات. بالبداية هنا أنا راح استخدم حبتين من الموز. راح اهرسها كلش ناعم بالشطل. هسه بعد ما هرست الموز كلش ناعم راح اضيف له كوب واحد من الحليب السائل، وراح اضيف له هسه كوب واحد من الشوفان. استخدمت نفس كوب القياس للشوفان، هم طحنته كلش ناعم، وهسه راح ابدي اضيفه للحليب والموز. بعدها راح اضيف شوية من الملح، راح اضيف خاشوقة كوب من البيكنج باودر، وراح اضيف خاشوبة كوب من الدارسين، و3 ملاعق كوب من بذور الكتان المطحونة. وهسه راح ابدي اخلط المكونات سوية. هسه حسيت القوام شوية ثخين، راح اضيف له شوية من الحليب بالتدريج، تقريبا ربع هذا الكوب، وراح ارجع امزجهم سوية الى ان يصير القوام مالتها وسط، لا خفيفة ولا ثخينة. لاحظوا هسه القوام مالتها صار مضبوط، وسط، لا خفيف ولا ثخين. هسه راح اخليها بالوافل ميكر. بعد ما حمى الجهاز هسه راح ابدي اضيف الخليط. لاحظوا هاي الوجبة الأولى صارت جاهزة. هسه راح أشيلها وأخلي الوجبة اللي بعدها. هسه راح أبدي أنزل الوجبة الثانية من الخليط. طبعا هاي الكمية تسوي لنا 8 حبات من الوفل، وترجع حسب حجم الجهاز اللي انتو تستخدموه. هسه الوجبة الثانية صارت جاهزة. طبعا ملاحظة هاي العجينة تكون شوية لينة، فأني دائما أخليها فترة أكثر بالجهاز حتى تطلع متماسكة بهذا الشكل. وافل الشوفان والموز صار جاهز. وصفة كلش طيبة وصحية. إذا جربتوها اكتبوا لي رأيكم بيها بالتعليقات. طبعا هنا شوي وزعت عليها من الفواكه وشراب القيقب اللي هو الميبل سيراب، ممكن تستبدلوه بالعسل حسب رغبتكم. إذا جربتوا هاي الوصفة يا ريت تكتبوا لي رأيكم بيها وتشاركون الفيديو ويا الأصدقاء حتى تكبر قناتي. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، مع السلامة.